ويا مساء الفل والياسمين، الله يسعد كل أوقاتكم يا رب. إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. حبايب قلبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله بتشوفوا الفيديو وأنتم بأحسن حال. اليوم راح نفوت دغري على المطبخ مع بعض. ما في عنا روتين، ما في تنظيف، ما في مسح شبابيك، لا اليوم دغري هيك طاحشين على المطبخ. راح نعمل مع بعض السمك الطيب كتير، صار وقته هلأ أيام السمك. فصل الشتي بنحب السمك أكتر من الصيف، ورح نعمل مع بعض الحلو الجميل اللي شايفينه قدام عينكم بطريقة سهلة كتير كتير، ومكوناته غير مكلفة وبسيطة ومتوفرة دائما بالبيت. تابعوا الفيديو للأخير، وإذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك فضلا وليس أمرا. وأكيد قبل ما بلش بالفيديو ضروري إني رحب بالصبايا اللي انضمت لقناتي جديد. في كذا صبية اشتركوا بقناتي من جديد ميت أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة وشرفتوا. أكيد ما رح أنسى الصبايا اللي كانوا معي من قبل، الناس اللي كانوا معي من قبل كانوا صبايا بنات، شباب، هني كلاتهم أخواتي خواتي، على عيني وراسي الجميع، والله هني بالقلب أصلا بالأساس. بنتابع الفيديو بنبلش، يلا على بركة الله. قلت لكم صبايا، انا بالصيف ما كتير بحب السمك، بحسه تقيل علينا وغير مرغوب في عنا بالبيت. فخلص هلأ من هون ورايح دائما بدنا نشوف وصفات سمك جديدة. بنغير بوصفات السمك وبنحط بالفرن وبنشوي شوي، لكن بالنسبة إلي ولعائلتي نحنا أفضل الشيء إنه هو المقلي، بنحبه كتير كتير. وتتبيلته يعني كل مرة بعمله بطريقة مختلفة. هلأ هذا السمك أنا عندي إياه من الليل، تقريبا كيليين. هو نوع من السمك، لا 3 كيلو، نوعين من السمك، نوع صغير ونوع كبير. المرة هاي بدي أعمل التتبيلة أنا، هي عبارة عن دبس فليفلي وليمون وتوم وملح، بس ما أكتر من هيك. تاني نهار بدي أحط له الكمون والكزبرة، لأنه بدي أخليه ليلة كاملة بالبراد. فهيك بدي، هيك جا عبالي أجرب، وعن جد كتير كتير طلعت طعمته طيبة. هلا تبلته وجهزته وحطيته بالبراد لتاني نهار. هوني تاني نهار وقت الغداء أنا هوني أكيد جنب السمك رح نقلي بطاطا، لأنه ابني ما كتير بيرغب لأكل السمك، بنجبره إنه ياكله لأنه مفيد. فالبطاطا قشرناها، وهون البامي ما له علاقة بالغداء أبدا أبدا. بما إنه بدي أقلي أنا وبتطلع ريحة الزيت بالبيت، فأنا عندي هون تقريبا كيلو بامي بدي أقلي وحطه بالفريزر يعني لشي 10 15 يوم أو حتى شهر، بطالع وبطبخه. يعني هي أكلة، آخر أكلة بامي بنعملها بهالأيام هاي، بنصير عاد بالشتوي أو المفرز أو اليابس. وبدنا إجباري نعمل صحن السلطة، لازم جنب السمك كمان السلطة، وهذا الصوص اللي بعمله أنا كمان بكذا طريقة. هلأ هوني عم فرجيكم الخسات الخس المفروض يكون بالصيف طيب، لكن بالعكس هو بالشتي بيطلع أطيب، ما بعرف ليش يعني. بالصيف الخس ما له طعم، بعكس الشتي سبحان الله. مع انه اذا اكلناه بالصيف هيك منعش، كله سوائل لكن ما بنوجد زيادة بالصيف. فبالشتي بنلاقي ما شاء الله الخس هيك كبيرة رياني شبعاني. فهون عم نغسل الخضرة، وكتير لازم نهتم بغسيل الخضرة، خصوصي الورقيات، لأنه ما بتعرفوا شو. اللهم صل على سيدنا محمد. هون البقدونس والنعناع والخس، وفي جرجير وبصل أخضر، ويعني أنا عم حاول أختصر، يعني ما الكل بدي فرجيكم إياه. الليمون. هلا الخيار البلدي ما في بالسوق، خلص خلص الخيار البلدي. البلاستيكي انا ما بحبه، بحسه هيك بيعطي زنخة لصحن السلطة، فبستغني عنه. عن جد بستغني عنه، وما بتفرق يعني، ما بتحسوا يعني انه ما بتلاحظوا انه ما انه موجود خيار، لانه خلص موسم الخيار البلدي. هلا انا بدي اعمل على اساس سلطه يا صبايا، لكن ابني اجى لعندي انه لا، قال بده فتوش، فغيرت رايي. الفتوش انا بترمه بطريقه خشنه، يعني ما بنعمه. قطعة إن كان خس ولا بندورة، قطعة الخضرة ما بنعمها كلها، وهيك بخليها قطع كبيرة. والبقدونس بقطفه تقطيف، يعني برقه توريق هو والنعناع. هلا الفتوش بده ملفوف احمر، ما كان موجود عندي الملفوف الاحمر، بس لكن لا ضليت عملت، يعني حطيت، عملت فتوش عادي ما بيأثر. عم فرجيكم حتى البندورة، يعني مثل ما قلت لكم حباتها بحبها تكون قطعة كبيرة كلياتها، مشان هيك تتناسق مع قطعة الخبز اللي بدي اضيفها على الفتوش.
صحن الفتوش بيتحمل كتير، والسلطة بشكل عام بيتحمل كتير خضرة، يعني بتحطوا جزر بتبرشوا بقلبها، بتحطوا بتفرطوا رمان، بتحطوا ملفوف أحمر، بتحطوا جرجير، فجل بتقطعوا إذا بدكن. يعني قلتلكن صحن الفتوش كتير كتير بيتقبل أنواع خضرة. أنا المتوفر عندي هو كان الخس والبقدونس والنعنع والبصل الأخضر والجرجير. هون عصرت كمية كبيرة من الليمون لأني حطيت قسم على السلطة وقسم بدي أعمل فيه هذا الصوص التومية أو هيك شي، ما بعرف شو بدكم تسموه. هلا أنا بعمل هذا الصوص بطريقتين، بعمله بطحيني وحامض وتوم وكزبرة وكمون، وبعمله بهذا النوع ليمون وزيت زيتون وبهارات الكمون والفليفل الحمراء والكزبرة. هلا هون أنا حطيت ليمون زيت زيتون وتوم وكزبرة وفليفلي. هاي الفليفلي التركية السودة كتير طيبة، هي حرة بس لكن حرورتها مقبولة. وملح كتير طيب. وبرجع بقلكن فيكن تعملوه بطحينة كمان. هوني أنا قليت البطاطا، عم فرجيكن إني قليت البطاطا والبامية هي انقلت كمان، بستناها لا تبرد. هوني قليت الخبز، لازم أي شغلة تخلص لازم ندوقها. هون البامي كمان انقلت وجهزتها، بس تبرد ان شاء الله البامي بحطها بكيس وبالفريزر. والطحين مشان السمك. هلا في كتير صبايا يعني ما بغلفوا السمك بطحين قبل ما يقلوا، لا جربوا، بيعطي لون وقرش كتير طيبة للسمك. يعني لا تستغنوا عن الطحين. حتى هون في طحين خاص للسمك، طحين الذرة. انا ما عندي، بس ان شاء الله المرة الجاية رح احاول اجيبه، ما ان شاء الله ما انسى وجيبه. بيعطي طعم كتير طيب. هون كان غدانا، إن شاء الله ألف صحة علينا وعليكم، واشتهيتكم كلياتكم تكونوا معاي. شايفين صحن السلطة لحاله، الفتوش لحاله هيك بشبع عن جد، مشبع لحاله لأنه فيه تشكيلي. وهلأ بعد الفيديو هذا صبايا تبع الحلو ما بنفس نهار، يعني للأماني تاني يوم هذا. بدي اعمل لاولادي، انا بصلي مدي ما عملت لهم الكيك هذا تبع الكريم شانتي وهالقصص هي، يعني مثل الجاتو تقريبا. حطيت هون بيضتين، حطيت ظرف فانيل، حطيت رشة ملح صغيرة، شفتوني نص كاسة سكر. آه بدكن الحلو اكتر من هيك في حطوا كاسة سكر، بس انا برأيي يعني حاجة نص كاسة، لانه بدنا نحط له كريم شانتي. وبضل نخفقه لحتى يفتح لون البيض، يصير عاطي على بياض شوي. اللي ما عنده هذا المضرب، بالمضرب اليدوي أو معلقة أو شوكي بيمشي الحال. بس خلص أنا تعودت عليه، يعني عندي موجود، بدل ما تضل مثلا 10 دقايق عم بضرب بإيدي، بهذا المضرب 5 دقايق. نص كاسة زيت. شايفين صبايا المقادير كتير كميتها قليلة. يعني بيضتين، نص كاسة سكر، نص كاسة زيت، ظرف فانيلا، رشة ملح. وهرح حط هلأ كاستين طحين. كل ما حطيت شغلة بخفقها. هلا بدي احط الطحين. الطحين اجباري ننخلوه، هيك بقولوا الحلوانجية اللي انا بشوفهم او اللي بيشتغلوا بالحلو، انه لازم ننخل الطحين وقت الحلو مشان قال يدخلوا هوا وهيك يتفرفدوا حبات الطحين عن بعضهم. يعني هاي المعلومة يوم من عندي هيك بقول هوني. هوني بدي احط كاسة حليب، فيكن اذا ما عندكم حليب تستغنوا عن الحليب، تحطوا مي دافي. هلا الكاسة الثاني انا بدي اعمله بالكاكاو، بدي احط مو نص الكاسة كاكاو، اقل ربعا. انتبهوا شايفين صبايا، ربع الكاسة كاكاو، وراح ملية طحين. يعني هيك بكون انا حطيت كاستين طحين، يعني كاسة وتلت طحين والتلت الثاني او الربع الثاني كاكاو، وظرف باكن بودر كمان، كله بننخله صبايا. هيك بنكون حطينا بيضتين، نص كاسة سكر، نص كاسة زيت، كاسة حليب، ظرف فانيلا، ظرف باكن بودر، رشة ملح صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. وبنخفقهم كلياتهم مع بعضهم منيح لحتى يتجانس كل قوام على بعضه. ما بده يكون في تكتلات إن كان طحين ولا كاكاو. انتبهوا هلا أنا عم نزل الأطراف كلياتها وعم بخفق، وما كتير بدنا نطول كمان بالخفق. هلا انا بدي اقلب التشيز كيك، عم بدهنه زيت نباتي وبرشه طحين. اللي وصلت معي لهون وعجب الفيديو بتمنى تحط لي لايك. مثل ما قلت لكم شايفين رشيته بطحين،
هذا القوام الممتاز للكيك. ولون الكيك طلع حلو، يعني لا غامق كتير ولا فاتح. يعني إذا كترنا كاكاو أكتر من معلقتين أو 3 بيطلع مرمر، فما بدنا نحنا هاي الطعمة صبايا. هلأ بدقوا دقتين مشان هيك إذا في فقاعات تروح أو داخله هوا يروح كلياته. وأكيد أكيد كنت محماي الفرن، مجرد ما بلشت فيه حميت الفرن. هلأ بعد ما طلع حطيته بالفرن ما أخذ معي 10 دقايق، لا أكتر، تقريبا تلت ساعة أخذ معي وقت. طفيت عليه ودشرته. خليته لحتى برد، وعم زينه بكريم شانتي. انا الكريم شانتي عاملته معكم كتير كتير كتير، يعني ما بدي رد. اول شي الفيديو رح يطول وما بدي يعني رد عيد المكتوب اصلا على العلبة الطريقة والمقادير. يعني هو ظرفين بدهم كاسة حليب او كاسة مي باردة جدا جدا. يعني انا المي طالعتها من الثلاجة وخفقت فيها كريم شانتي. وهذا التزيين انتو شو بتحبوا هيك، يعني زيناه وشفتوا كيف كان نافش ما شاء الله، وطعمته كتير طيبة. بتمنى ينال إعجابكم. وهيك بكون انتهى الفيديو لليوم، وبشوفكم إن شاء الله بروتينات جديدة ووصفات جديدة، والسلام عليكم.